بسم الله الرحمن الرحيم. عايز ربنا يثقل موازينك يوم القيامة؟ أصل الإنسان إذا ثقلت موازينه هيدخل الجنة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، واللي تثقل موازينه هيبقى من المفلحين، ولا تثقل موازينه هيدخل الجنة بإذن الله. طب أقول لك على 3 أعمال يثقلوا موازينك. رقم 1 توحيد الله عز وجل، تبقى موحد لربنا وتكتر من لا إله إلا الله ومن العمل بها. الدليل على ذلك حديث جميل أوي اسمه حديث البطاقة. إيه حديث البطاقة؟ ربنا يجيب واحد يوم القيامة فينشر له 99 سجل من السيئات، يقول له ليك ذنب، ليك حسنة؟ يقول له لا. طب ظلمك كتبتي في أي ذنب مكتوب عليك وأنت ما عملتوش؟ لا يا رب. طب لك حسنة؟ لا. لك عذر؟ لا. فربنا يطلع له بطاقة صغيرة، ورقة كده متطبقة، فيقول له دي حسنة ليك عندنا، فيفتح الورقة فيلاقي فيها إيه؟ لا إله إلا الله، الله أكبر. فربنا سبحانه وتعالى فهو يقول إيه الورقة دي مع السجلات دي كلها؟ ده الذنوب كتيرة قوي. فربنا يقول له لا ظلم اليوم، فتتحط الورقة اللي فيها لا إله إلا الله في كفة، والسجلات السيئات كلها في كفة. فربنا يثقل البطاقة، فتثقل البطاقة، تثقل لا إله إلا الله وتثقل موازينه وتطيش السجلات، وربنا يدخله الجنة. العمل الثاني حسن الخلق، أخلاقك تبقى كويسة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. رقم 3 ذكر الله عز وجل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والباقيات الصالحات، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بخن، يعني حاجة عظيمة جدا. فرحان سيدنا النبي، ثم قال: ما أثقلهن في الميزان 5 كلمات. ما هي يا رسول الله؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ال4 كلمات دول اللي اسمهم الباقيات الصالحات أثقل شيء في الميزان. وكمان أثقل شيء في الميزان إيه؟ لو حد مات له حد أو حصل له سقط ولا حاجة وصبر عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. أسأل الله عز وجل أن يثقل موازيننا جميعا، اللهم آمين. شكرا جزيلا.